في شخص كده ملازم كل واحد مننا مطلع عينه طول الوقت، عايزك تبسطه طول الوقت، يا اما هينكد عليك كل يوم وهيخليك ما تنامش، ومع الوقت بيفضل لما بيصبح اكبر عدو ليك. هو الحقيقه هو مش شخص غريب ولا حاجه، ده هو مخنا. تخيل كده ان مخك ده مش مجرد حته لحمه جوه راسك بتفكر وبس، لا ده كائن حي ليه طلبات ورغبات، ولو ما حسستوش بقيمته او ما اديتلوش اللي هو عايزه هيقلب حياتك لجحيم، هينكد عليك وهيخليك ما تنامش، وهيفضل يديك طاقه سلبيه اوفر لدرجه انك هتحس انك بتغرق في بحر من الافكار السلبيه. مشكله مخنا ده انه ذكي جدا، ذكي لدرجه انه عارف كل نقطه ضعف جواك، وعارف امتى وفين يضغط علشان يحسسك بالذنب او النقص. ولو ما شافش منك اي جديد او اي انجازات او حس انك لسه واقف مكانك هيقلب عليك ويبدا في عمليه جلد الذات اللي بتواجه كتير مننا، واللي في الغالب بنمر بيها كل يوم بالليل قبل ما ننام. مخك هيخليك كل يوم قبل ما تنام تفتكر كل حاجه غلط عملتها، كل فرصه ضاعت، كل حلم ما تحققش، لحد ما يوصلك لدرجه تحس انك فاشل وما بتعملش اي حاجه ليها قيمه. طيب ازاي نسكت الشخص ده؟ ازاي نخليه من عدو لدود لاكبر داعم ليك؟ ازاي بدل ما نخليه يجلد فيك ويحسسك بالنقص يكون هو اول واحد بيشجعك ويديك قيمه ويطمنك انك تمام وبخير وكمان بتعمل اللي عليك ومش مقصر؟ طيب السؤال المهم دلوقتي، ليه المخ بيجلد فينا؟ ده السؤال اللي ان شاء الله جايين نجاوب عليه النهارده. بس قبل ما نبدا سمي الله واعمل لايك واشتراك للقناه علشان ما تنساش. بسم الله. زي ما اتفقنا، المخ لو ما حسش انك بتعمل اللي عليك او بتديله اي جديد في حياتك مش هيبطل يجلد فيك ويحسسك كده انك فاشل ومش بتعمل اللي عليك. طيب ازاي نغير ده؟ ازاي نخلي المخ يحس بقيمته ويتحول من جلاد لاكبر مشجع؟ هقول لك. اول واهم حاجه مخك محتاجها علشان يحس بقيمته هي الانجازات، صغيره كانت او كبيره ده مش مهم. مش لازم الانجازات دي تكون اختراع صاروخ او اكتشاف قاره جديده، بالعكس لا، ممكن تكون حاجات صغيره جدا بس بالنسبه لمخك هي بتفرق. طيب ليه بتفرق؟ لانك بدات تغير طريقه العيشه اللي كان بيعيشها مخك القديمه، هتحاول تديله كل يوم جديد وهتعيشه باسلوب مختلف ومفيد، وده ممكن يكون عن طريق شويه حاجات بسيطه جدا علشان ما يكونش صعب عليك برضه انك تنفذها وما تحتاجش انك تعمل مجهود كبير. بس مع الاستمراريه في الحاجات البسيطه دي هتلاقي نفسك بتتغير من غير ما تحس باذن الله. واول الحاجات اللي تقدر تعملها هي انك لازم تبني عاده جديده. يعني مثلا قررت كل يوم تقرا صفحه قبل ما تنام من القران، حاجه عظيمه جدا. اول ما يعدي عليك كام يوم مخك هيحس بانجاز عظيم جدا. ليه؟ لانك كسرت القاعده وكسرت الروتين، قدرت انك تقرر تصحى كل يوم بدري نص ساعه او ساعه عن المعتاد، برضو ده انجاز عظيم جدا. برضو عندك لستة مهام كبيرة بقالك فترة مأجلها ومن كتر ما الحاجات اتراكمت عليك مش عارف تعمل ولا حاجة فيهم، حاول كده تكتبهم كلهم في ورقة واختار منها حاجة واحدة منهم صغيرة وابدأ اشتغل عليها انك تخلصها. الحاجات اللي انت هتكتبها الاول دي يا ريت تكون بترتيب الاولويات، يعني رتبهم الاهم ثم المهم وابدأ بالاهم، ولما تخلص كل مهمة منهم اشطب عليها. الاحساس انك شطبت حاجة من الليستة دي بيعمل فرق كبير جدا في دماغك او مخك، ولو انت مش عندك الليستة دي يبقى انت اكيد فايتك كتير جدا وعايش انت ومخك في صراعات كبيره جدا من كتر الحاجات اللي بتتراكم عليك وما بداتش ولا خلصت ولا واحده فيهم. ومع الوقت الموضوع يوصلك لاحساس عدم الثقه بالنفس بسبب انك مش عارف تخلص ولا حاجه من الحاجات المهمه المفروضه عليك. لو عايز تتعلم ازاي تعمل كده انا بفضل الله عملت حلقه كامله عن الموضوع ده ان شاء الله تفيدك، اسمها اتحكم في يومك، علشان خاطر تقدر تتحكم في يومك ويومك ما يتحكمش فيك. لازم تشوفها باذن الله وهتفرق معاك جدا. كمان من ضمن الحاجات الجديدة اللي ممكن تضيفها لنفسك انك تتعلم حاجة جديدة. مش لازم يعني تكون لغة صعبة، مثلا انت تقدر تتعلم كل يوم كلمة واحدة بالانجليزي جديدة عليك او حتى معلومة جديدة. مجرد انك تضيف معلومة جديدة لمخك ده بيحسسه ان شغال ومفيد. ممكن كمان تدور على المهارات البسيطة وتبدأ تاخد مهارة وتشتغل عليها، زي مثلا انك كل يوم تتعلم حاجة جديدة في برنامج مونتاج على الموبايل. انت كده كده ماسكه في ايدك 24 ساعة، فحاول يكون الوقت ده حتى لو قليل يكون مفيد يعني. فتعلم حاجة كل يوم حتى لو 5 دقايق وحاول تطبق الحاجة اللي اتعلمتها دي أول بأول. بعد شهر هتلاقي نفسك عندك مهارة جديدة مخلصها وبارع فيها. لما بتعمل الحاجات دي باستمرار مخك بيفهم انك مش قاعد ساكت وانك بتتحرك وبتتعلم وبتتطور وبتتقدم. الاحساس ده بيولد عند المخ عندك شعور بالرضا، وبدل ما يجلد فيك علشان خاطر مش بتعمل حاجة بالعكس ده بيبدأ يشجع فيك علشان انت بقيت بتعمل حاجات مفيدة. كمان حاول تغذي
فضول مخك عن طريق المعرفة. المعرفة في حد ذاتها للإنسان قوة، وطبعا المخ بطبيعته كائن فضولي، بيحب يتعلم، بيحب يكتشف، بيحب يفهم. فلما بتديله المعلومة بيحس إن هو ذو قيمة، لما بتديله المعلومة اللي هو عايزها بيحس بقيمته. ممكن كمان تغذيه كل يوم عن طريق إنك تقرأ كل يوم. مش لازم كتب علمية معقدة، يعني انت ممكن تقرأ مقالات، اخبار، قصص قصيرة. المهم انك تدي اكل يومي لمخك من المعرفة. كمان تقدر تتابع وثائقيات. الوثائقيات دي كنز بصراحة، بتفتح لك كده ابواب على عوالم جديدة، وبتخليك تشوف الحياة من منظور مختلف، وبتغذي فضول مخك بشكل رهيب. كمان ممكن ده عن طريق انك تسمع بودكاست تعليمي، ودي حاجة انا بفضلها جدا بصراحة. ده كمان الموضوع بقى مرتبط معايا ان انا لو عندي اي حاجة صعبة هعملها وهتاخد مني وقت طويل، زي مثلا اني اخلص تاسك شغل طويل، بشوف بودكاست لحد بحبه وبشغله وانا شغال على التاسك بتاعي. ده في حد ذاته بيهون عليا المهمة اللي ورايا، بل وصلني كمان ان انا ببقى مش عايز المهمة اللي في ايدي تخلص علشان الحق الاول اخلص البودكاست ده ليه؟ لان بكون مستمتع وسعيد بكم المعلومات الجديدة اللي بعرفها، بجانب كمان الحاجة المطلوبة مني والمفروض عليا. فحاول وانت بتعمل اي حاجة صعبة عليك انك تربطها بحاجة مفيدة شبه كده، حاجة تكون بتبسطك في نفس الوقت، جيم مثلا، وتسمع حاجة بتحبها وتكون بتبسطك في نفس الوقت. مع الوقت هتلاقي نفسك تعلم حاجات جديدة من غير مجهود. مخك كمان بيكون سعيد جدا بالمعلومات الجديدة اللي بيعرفها. ممكن كمان تغذي مخك كل يوم عن طريق انك تطرح اسئلة جديدة، او اي سؤال يواجهك ما تسيبوش كده، افتح النت وابحث عن اجابته واعرف برضو معلومة جديدة. يعني لو اي سؤال جه في بالك ما تسيبوش كده. ارضاء فضولك بيخلي مخك يحس انه شغال بكفاءة ومفيد في نفس الوقت. لما بتغذي فضول مخك بتخليه في حالة نشاط وإيجابية، وده أفضل بكتير من إنك تسيبه يسرح في الأفكار السلبية، فبيفضل طول الوقت مشغول بالمعرفة والاكتشافات اللي أنت بتديها له كل يوم. الحاجات البسيطة دي لو طبقت حاجة أو اتنين منهم بس كل يوم، بجد هتلاقي معركتك اللي بتواجهك كل يوم دي هديت جدا. مخك اللي كل يوم كان بيمدك بطاقة سلبية وجلد ذات هيتحول إلى صداقة وحب وتحفيز من نفسك ليك. بجد الحاجات البسيطة دي هتفرق جدا في حياتك، وهتلاقي تغيير من طريقة معاملة مخك ليه كتير جدا. انت بس دايما حاول ما تركزش على السلبيات، ومحتاج انك تشوف حل للتغيير الايجابي. صدقني هتوصل لحاجات كده وانت ماشي ما كنتش تتوقع انك توصل لها. انك تشوف ايه فيك سلبي، دور على علاج ليه، دي امتع رحلة هتخوضها في حياتك. المهم من جواك انك تحاول تغير من نفسك، وتكون عارف انه اهم حاجة انه مش بيبقى زرار بتدوس عليه فبتتغير. محتاج الصبر. لازم تبقى عارف ان التغيير مش بيبقى في يوم وليلة، وان شاء الله مع المحاولة هتبقى النتيجة مبهرة، أوعدك بده. وأخيرا وليس آخرا، حابب أختم بمقولة الإمام الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فحاول تخلي نفسك دايما تكون مشغولة بأمور مفيدة علشان تتجنب الصراع الصعب ده مع النفس. في النهاية، لو استفدت من الحلقة دي ما تنساش تعملي لايك وتشترك في القناة. ولو مهتم بالإنتاجية وحابب تطور من نفسك وتغير من حياتك، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. والسلام عليكم.